السلام عليكم. جالي سؤال حرفيا في غاية الأهمية. آية، هو انت كل فيديو بتعمليه انت شخصيتك هي اللي في الفيديو ده؟ ازاي؟ يعني ايه شخصيتك هي اللي في الفيديو ده؟ يعني النصيحة اللي بتقدميها انت اوريدي بتطبقيها في حياتك؟ بصراحة يؤسفني ان اقول اكيد لا يا جماعة، اكيد لا. ليه؟ مشكلتنا ان احنا بنشوف بعض بعين المثالية، اللي هو ايه، آية بتعمل محتوى مثلا فيه نصيحة، يبقى آية دي شخص مثالي جدا. مفيش حاجة اسمها كده. مش معنى ان احنا بنقدم محتوى فيه نصيحة او فيه معلومة ان الشخص اللي بيقدم لك معلومة ده حد كامل وبرفكشنزم، يعني ما بيغلطش خالص. بنحاول كلنا نعمل حاجة كويسة في حياتنا، بنحاول كلنا نستفيد من بعض. هل في كل المواقف هقدر اكون شخص مثالي، شخص كامل، شخص ما بيغلطش؟ اكيد لا. يبقى انت بتحكم على فطرتك البشرية بالموت. اي انسان طبيعي طبيعي جدا ينفعل مع الوقت، طبيعي جدا يعدي 10 مواقف ويغضب في ال11 في وقت معين، هو غضبان يقول كلمة مش مناسبة. فبالتالي بلاش نبص لبعض بعين المثالية. آية شخص عادي، آية بس بتحاول تجاهد نفسها إنها تكون شخص أحسن، إن هي تعدل من سلوكياتها وتكون أحسن. لدرجة والله زي ما بقول لكم هتضحكوا فعلا، أوقات كتير ببقى لسه عاملة مثلا فيديو النهاردة وقع في نفس المشكلة اللي أنا قايلاها تاني يوم بالظبط، ما اقدرش اقدم فيها المعلومه اللي انا قدمتها في الفيديو. مش معنى كده ان انا حد سيء، بس معنى كده ان انا حد بيحاول وبيجاهد ووقاف مع نفسه. حتى لو عمل شيء مش مناسب بيرجع يدعي ربنا عز وجل ان يعدل من سلوكه وان يحسن من خصاله عشان يبقى حد كويس. ولو المشكله تعادت تاني يقدر يأدي فيها اللي يرضي الله عز وجل، مش دايما يبقى شايف ان هو الصح ان انا افضل كده. دي اهم نقطه خطأ. ما ينفعش ان دايما اقول انا لازم اكون كده، او انا طبيعتي كده، او انا هفضل على طول كده. جاهد، عدل نفسك، غير سلوكياتك من غير ما تبص لحد بعين مثالية، لأن كلنا خطائين ولكن بنحاول نكون أحسن. ربنا يهدينا وينفع بيا وبيكم. دي كانت قعدة ودية بيني وبينكم. انتظروني إن شاء الله في قعدة ودية تانية كده نتكلم برضو مع بعض فيها في بعض التفاصيل اللي تخصنا. السلام عليكم.